مقارنة النهارده هتعمل قلق حرفيا في المنصورة، والمنصورة كلها مستنياها بين عملاقين بريمة وانت شيف. قارن بين الوقت، سعر، 100 طعم، خدمة. جبنا سندوتش كرانشي وبيتزا نص باربيكيو ونص سوبري وبطاطس، وهنحلي في الاخر بنوتيلا كوكيز ونشوف الفرق ما بينهم. احنا قعدنا بدقيقة المية نزلت من غير ما نطلب، ودي في ناس هتحبها وناس لا. اول ما قعدنا برضه جابوا مية، بس المية هنا ساقعة. امبارح المية ما كانتش ساقعة. طلبنا يلا بينا نعمل التايمر، وصل بعد 12 دقيقة و47 ثانية. الأكل وصل بعد 16 دقيقة كده. بريم هيكسب بفرق 3 دقايق و15 ثانية. دلوقتي بقى في غلطة أنا اللي غلطت فيها للأسف. الكرانش وأنا بطلبه قلت له لارج، كنت بحسب اللارج ده أكبر مقاس، طلع فيه باكت أكبر منه اللي أنا جبته امبارح، بس الفرق ما بينهم 10 جنيه بس، وتقريبا انا كنت جبته قبل كده نفس الحجم بالملي. كده التغليف شكله جامد قوي. الله، شكله فظيع كبير قوي. عيش جامد. ده على السريع كده. العيش طعمه جامد قوي، كميه الصوصات مظبوطه، السلطه مش كتير، الفراخ طعمها جامد قوي. صوص البافالو حاسس الخل فيه ازاي سنه، بس ده طبيعي في صوص البافالو. حجم السندوتش حلو جدا مع ان ده الاصغر. تاني مشكله قابلتني ان الكرانشي هنا ما فيهوش بافالو زي امبارح. ده بالسويت شيلي وسبايسي نار، فطعم الشطه مع الكرانشي مش موضح الفرق ما بينهم بالظبط، بس في برضو فرق واضح غير الشطه والعادي، ان العيش هنا بسمسم، والسمسم مديله طعم قوي قوي. البيتزا بيبدا بالسوبريم كده بسم الله، فيها بيبروني وهوت دوج ولحمه مفرومه مع جبنه طبعا. الله على الجمال. ندخل على الباربيكيو. الميزه بقى ان الفراخ بتبقى متبله في صوص باربيكيو كمان، وعليها طبعا باربيكيو مع الجبنه. طعم الفراخ فظيع. في فرق واضح قوي في البيتزا دي. في السوبر سوبريم زيتون وفلفل الوان مش موجود في البيتزا السوبريم. في ميزتين في البيتزا دي، البيبروني والسوسيس اكتر من البيتزا الثانيه، وهنا في رانش وباربيكيو مع البيتزا. هناك كان باربيكيو بس تيست الثانيه عجبني اكتر بكتير من دي كعجين. ندخل على الباربيكيو ونشوف كده بتقول ايه. احنا من السوبريم بمليون مره، وتكسب باربيكيو بريمه، بس السوبريم بريمه تكسب ذا شيف. بيبسي هنا ماشيين مش كان. شكل تقديم البطاطس دي 21 جنيه. حلو. التوابل بتاعها. البطاطس هنا ب 19 جنيه، فرق 2 جنيه ذا شيف ارخص، وهنا البطاطس سخنه اكتر والكميه نفسها. محل بالكوكيز، وفي خبر جامد قوي لعشاق الكوكيز من بريمه. الكوكيز دي بقى لها 4 سنين ما بتطلعش تيك اواي وبتتاكل في الصاله بس، بقى لها شهر واحد بس ممكن تطلبها تيك اواي او ديليفري عادي. النوتيلا كميتها معقوله قوي، والشوكولاته شيبس مش كتير قوي، والايس كريم شكله جامد قوي، طعمه قوي، لسه طالعه من الفرن حالا. الكوكيز وصلت، تعالوا نحل بيها. مبدئيا كده الحجم اصغر، بس في ميزه هنا مش موجوده في بريمه، في فستق وبندق مبشورين على النوتيلا مع الكوكيز، والايس كريم هنا مجمد، امبارح كان سايح اكتر. تعالوا ندوق بسم الله. خطيره. هنا كمان محشيه من جوه النوتيلا اكتر من بريمه، تقريبا نفس السعر، بس برضه هنعرف في الاخر لما الريسيت يجي. الكوكيز امبارح السنه فيها كانت اكتر، فمديها تيست اقوى من دي شويه. الحساب كله 313. يا ترى مين هيبقى ارخص؟ هقول لكم التفاصيل بالظبط. البافالو كرانشي الساندوتش ب 82 جنيه، والبطاطس ب 21 جنيه، الاثنين بيبسي 24 جنيه، الميه ب 10 جنيه، والبيتزا النص باربيكيو ب 42، والسوبريم ب 41 ونص، يعني الاثنين ب 83 ونص، والضريبه 35 جنيه، والخدمه 29 جنيه، والنوتيلا كوكيز 64 جنيه. الاجمالي كله 313 بعد الضريبه وبعد الخدمه وبالكوكيز كمان. يا ترى بقى مين هيبقى ارخص ومين هيبقى اغلى؟ حساب ذا شيف في 320 جنيه، وامبارح كان 313. تفاصيل بقى البيتزا هنا حسابها سوبريم وسط 95، والسويت شيلي كرانشي ب 67، والميه الوسط ب 8. هنا حسب الميه على طول من غير ما يسالني. والبطاطس 19 اقل ب 2 جنيه، والكولا ماشين هنا ماشين مش كان
ب 32 والكوكيز ب 65 جنيه، نفس السعر هناك تقريبا نفس السعر برضه. وهنا مفيش ضريبه، في خدمه بس 45 جنيه. عمله الاستاف بتفرق قوي قوي. دلوقتي حصل موقف وحش قوي قوي والاستاف اتعامل معاه باحترام شديد. واحد قاعد، في ناس قاعده على ترابيزه تانية بس دخلوا الحمام كانوا بيحاسبوا على الشيت وسايبين الكيسه بتاعت التيك اواي بتاعهم. فالراجل اللي قاعد على ترابيزه بيقول انا عايز اقعد هنا، فبيقول للاستاف، هو قاعد من الاستاف عايز اقعد، فقال له في حد قاعد هنا، قال له بيتصرف فضها لي وعايز اقعد. قال له مش هينفع يا فندم، لما يقوم هقعد حضرتك عادي بس. فقام رمى المنيو في وشه على الارض، وبعد كده زق الكرسي وطلع، والاستاف واقف ساكت ولا نطق كلمه واحده. تحيه لاستاف ذا شيف بجد على الموقف الجامد ده. قولي انت من شعبيه بريمه ولا ذا شيف؟ وكده نكون خلصنا اول ريفيو من سلسله المقارنات، واستنوا مقارنات جايه كتير قوي. سلام. الحمد لله لحد دلوقتي محدش عرفنا في بريمه. ذا شيف لحد دلوقتي محدش عرفنا. انا يوصل بقى ونكملها على خير.